مع الحق. هذا الملتقى اللي تتنظموا جماعة أولماس، ملتقى أولماس للتنمية المحلية في نسخته الثامنة، يتزامن مع ذكرى عيد العرش المجيد اللي بهذه المناسبة الساكنة ديال المنطقة وجميع المشاركين في هذا الملتقى تيعبروا تيجددوا الولاء ديالهم والإخلاص ديالهم لجلالة الملك. مناسبة أيضا للتعبير أو للعمل على الدعم بما فيه يعني خير لهذه المنطقة، الدعم ديال الخيمة الأمازيغية، التبوريدة، فن أحيدوس، مباراة انتقاء أجود الأبقار والماس الزعير، معرض ديال المنتوجات المحلية والمجالية. هادشي كله تيخلي انه كما قلت هاد الساكنه ديال العالم القروي غادي تهتم اكثر بهاد الانواع ديال الانشطه اللي عندها علاقه بالعالم القروي، وشي اللي تيخلي انه هاد الساكنه هذه غادي يكون عندها نوعا ما دعم مادي ودعم معنوي. مادي من خلال يعني المساهمات اللي كنعطيوهم، ولكن ايضا المعنوي من خلال يعني التتبع ديال الانشطه ديالهم فيما يخص التثمين مثلا ديال الابقار، لانه اليوم غادي نواكبوا هذه الكسبه سواء من الناحيه ديال التكوين باش يعرفوا كيفاش يربيو هاد السلاله، كيفاش يشتغلوا على المجال ديال الكواره ديال اذا غادي يوليو يشتغلوا بطرق علميه واحترافيه. اذا غادي نعطيو لهذه الساكنه نوعا ما واحد الاستقلاليه في خلق واحد المدخول قار اللي غادي يكون عندها في المستقبل، من خلال ايضا التشجيع ديال ما ننساوش بانه الكسبه من بعد ملي غادي يوليو يتزاد عندهم العجوله غادي ياخذوا واحد لابريم الى اخره. هادشي كله كنشتغلوا عليه، كاين مسائل قانونيه تنشتغلوا عليها على الصعيد الوزاره من خلال استصدار مجموعه من المراسم، ولكن كاين مسائل تنظيميه ايضا الفيدراليه كتقوم بالدور ديالها باش كما قلت الساكنه ديال هذه المنطقه اللي يكون عندها تنوع في الانشطه يعني تحس بانه كتعيش في كرامه في هذه البلاد السعيده.